الله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى والولي المولى الذي خلق فسوى فقدر فهدى فأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المتفرد بالجلال الكبير المتعالي الحنان المنان كريم الإحسان ذو الجلال والإكرام. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وحافظ السماوات والأرض من الاضطراب. القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار. تقدست أسماؤه خلق الوجود من العدم ورفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. الحمد لله كما علمنا أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. يا سيد السادات يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. والله يا خير الخلائق إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك. سيدي يا رسول الله أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وخذني إليك مني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي وارزقني الفناء عني وكلي وأذهب حرصي وحزني واكشف لي من كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. واسكن بها فقيدنا الدرجات العلى من الجنة واجعل اللهم المسك ترابه والحرير فراشه وطيب مضجعه وعطر مشهده ونور مرقده وكله يا ربنا بعد الحبيب حبيبا. ولكل من دعا له سامعا ومجيبا. واجعل يا ربنا الفردوس الأعلى لنا وله ولجميع موتى المسلمين حظا ونصيبا اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم بتحية الإسلام السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في بداية هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة
تكريما للمغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ أشرف أحمد صقر شقيق الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد أحمد صقر. الله أسأل أن يتغمد الفقيد في قبره بواسع مغفرته ورحماته اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من داخل لؤلؤ السرادقات وكبرى شركات الفراش الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات وجميع الحفلات القرآنية والسياحية، الشركة المستعدة دائما لإقامة وتجهيز جميع السرادقات التي تطلق وتطلب من مخازن عملاق الفراشة بجمهورية مصر العربية الحاج عبد المنعم المسيري، الحاج عبد المنعم المسيري المقيم بليبيا مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وعبر كاميرات العالمي البشمهندس أيمن شرارة صاحب الموقع الإسلامي الأشهر على شاشات اليوتيوب. وقد استضافت الأسرة الكريمة لكم أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية الذي استمعنا إليه في فجر الاثنين الماضي عبر إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية القطب القرآني العلم شيخ العزب سالم. كما استضافت لكم قارئ جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بدفرة مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ العلم شيخ سامي شهيد. أيها السادة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الله البينات يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية القطب القرآني العلم الكبير شيخ العزب سالم. أدعو الله تعالى له بالتوفيق والتجلي ولنا لكم حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا
بسم فاتقوا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين فاستجاب لكم أني ممدكم وما النصر إلا من
يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لقد فتح الله تعالى علينا بالذي هو خير، آيات الله البينات، آيات الله البينات التي كانت من رحاب خواتيم سورة الأعراف ورحاب صدر سورة الأنفال. تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي، والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، القطب القرآني العالم الكبير الشيخ العزب سالم، الذي استمعنا إليه في فجر الاثنين الماضي عبر الإذاعة المصرية. كبرى شركات الفراشة الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات وجميع الحفلات التي تطلق وتطلق من مخازن عملاق الفراشة بالجمهورية الحاج عبد المنعم المسيري، عملاق الفراشة بالجمهورية الحاج عبد المنعم المسيري المقيم بنفيا مركز مدينة طنطا بمحافظة الغربية. كبرى الخدمات الفندقية المصنفة رقم 1 عبر عموم الجمهورية تحت إدارة المتر فتحي حجازي المقيم بمركز مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. كل هذا يرقم لكم عبر كاميرات العالمية الباشمهندس أيمن شرارة صاحب الموقع الإسلامي الأشهر على شاشات اليوتيوب. في ليلة تكريم رمز الأدب والواجب والاحترام المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ أشرف أحمد صقر، يتقدم رمز الأدب والواجب والاحترام الأستاذ محمد أحمد صقر وجميع عائلات صقر بقرية كفر أبو داود بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وبالإجماع إلى كل من تقدم إليهم بواجب العزاء كل أحد باسمه وبالإجماع بخالص الشكر والتقدير. شكر الله سعيكم.